اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جايب لكم النهارده منتج جديد، منتج اتسالت عليه كتير وتجربه اتسالت عليها. الليزر ده بيحرق وبيولع وبيفرقع البالونات والكلام ده زي ما بنشوف في الفيديوهات ولا لا؟ هنجربه معاكم دلوقتي ونشوفه ونفتحه ونشغله مع بعض. المنتج بيجي بالمنظر ده كده، بيكون عباره عن قلم الليزر والبطاريه والشاحن. دي البطاريه بتاعته، بطاريه مقاس الكبير، بتبقى 18650. تمام. 6800 ملي امبير و3.7 فولت، المقاس الكبير. وده قلم الليزر. تمام. بيبقى بالمنظر ده كده. بنبدأ نفتح. هو طبعا بيكون معاه مفتاح لو انت عايز تعمل لوك بحيث ان الاطفال ما تلعبش فيه ولا حاجة. بنفتح بالمنظر ده كده وبنركب البطارية بالطريقة دي. لا، احنا كده لازم ناخد بالنا من حاجة، ان البطارية بتركب بالشكل ده، البوز ده لبره. تمام. الحتة المدببة دي بتبقى لبره. وبنقفل الليزر. طبعا بيبقى في جاي قطعة معاه كمان اللي هي بتاعة اضاءات النجوم او النقط، هي اللي هي اشكال المتحركة، بتبقى الحتة دي. تمام. بتبقى راكبة هنا على طول. طبعا احنا هنجرب كده. ده شعاع الليزر، طبعا شعاع قوي جدا. تمام. وبيعمل النقطة باللون الاخضر ده. تمام. ولما بيركب معاك القطعة دي بقى من قدام بتعمل شكل اللي هي النجوم او النقط المتحركة لما بتيجي تحرك الراس من فوق. يعني هي الراس دي متحركة، لما بتيجي نحرك كده بيعمل الإضاءات والشكل ده. تمام. السؤال بقى اللي اتسألناه، هو فعلا بقى بيحرق الكبريت ويفرقع البلالين والكلام ده ولا لأ؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. يعني أنا برضو قبل ما أصور الفيديو ركبته وثبته على حاجة بحيث إن هو يفضل الشعاع بتاعه مستمر كده بصفة منتظمة، مفيش الهزهزة دي والاهتزاز ده، فما عملش أي حاجة لفترة نص ساعة. فهو الفيديوهات اللي نازلة للليزر الأخضر إن هي بتحرق وتولع وكده، فالكلام ده مخادع، حتى ما سخنش ولا أي حاجة خالص. هنحاول نحطه برضو فترة تاني كده. أو ممكن نقرب كمان شوية. زي ما احنا شايفين هو ما عملش حاجة. طيب هنوريكم بقى ازاي بنقدر نركب البطارية. طبعا زي ما اتفقنا القطعة المدببة دي لبره. تمام. ونقفل عليها ايه الغطا. يعني القطعة المدببة دي هي الموجب، يبقى الموجب لبره والسالب بينزل جوه بيخبط في السوستة اللي جوه دي. تمام. طب عشان خاطر نستخدم الشاحن بقى، هنا في علامات بيقولك الموجب من الناحية دي واضحة في الكاميرا. نفتح الشاحن بالطريقة دي كده، نحط البطارية. تمام. لما نورت لون اخضر كده معاك يبقى كده هي ايه، مشحونة. بنفتح الدراع ده كده، ده بتاع الكهرباء، وبنحطه في الكهرباء. تمام. هنوريكم برضو تاني واحنا بنشيل بقى، نخلي بالنا ما نسيبهاش ترد بسرعة وتخبط، لان دي سوستة بتخبط هنا جامد. لا، احنا نحاول نمسكها ايه ونرجعها بالراحة عشان خاطر ما يبصي او يتكسر الحاجة، لان السوستة بتاعته قوية جدا. خدت بالك انا بفتحها ازاي وبركب ايه البطارية.